على مر العصور في كتير من الشخصيات قدرت انها تحكم ملايين من البشر وتغير مصير دول كاملة، بس السر مش دايما بيكون القوة او السلاح، بل في اغلب الاوقات بيكون انهم فهموا اللعبة صح وعرفوا ازاي يتلاعبوا بالبشر. في كتير من الشخصيات التاريخية اللي انتهى بيهم الامر بشكل مأساوي بسبب غلطات عملوها، ودي لازم نتعلم منها. وشخصيات تانية قدرت انها تستغل كل الظروف وتتلاعب بالبشر، ومنهم شخصيات بارزة زي هتلر ونابليون، واللي عرفوا ازاي يتحكموا في العقول. في الفيديو ده هكشف لك اخطر الحيل النفسية اللي استخدمها بعض الشخصيات التاريخية وبعض الغلطات اللي قاموا بيها واللي انهت مسيرة حكمهم. خلال أي معركة هتواجهها في حياتك دايما روج لنفسك على إنك الخير، وإنك بس موجود عشان تخلص الناس من شخص مستبد وقاسي وهيدمر المجتمع وقيمه. وواحدة من أقوى القصص اللي بتوضح القاعدة دي هي حملة الإسكندر الأكبر ضد الفرس، وإزاي قدر يستخدم الترويج لنفسه عشان يظهر كقائد منقذ، بينما إن أعدائه هم المعتدين، وخلاهم يبانوا كأنهم خطر على العالم. في القرن ال14 قبل الميلاد كان الإسكندر الأكبر بيجهز لغزو الإمبراطورية الفارسية، واللي كانت أقوى إمبراطورية في العالم في وقتها بقيادة الملك داريوس الثالث. لكن المشكلة إن الفرس كانوا قوة ضخمة جدا، وكان صعب على الإسكندر إنه يقنع الناس وخاصة الإغريق إن الحرب دي ضرورية. فأول حاجة عملها إنه رسم صورته كبطل مقدس ومنقذ، بدل ما يقول أنا خارج للحرب عشان طمعان في أراضي الفرس. الإسكندر سوق لنفسه على إنه محرر ومنقذ للعالم، وبدأ ينشر دعاية بتقول إنه جاي عشان ينتقم من الفرس بسبب حروبهم القديمة على الإغريق، وإنه عاوز ينشر الثقافة اليونانية وينقذ الشعوب من ظلم الفرس، حتى إنه ادعى إن الإله اختاره للمهمة دي، وده خلى الناس تشوفه كقائد مقدس مش مجرد غازي على البلاد. وتاني حاجة هي تصوير العدو على إنه تهديد عالمي، وبدأ ينشر أخبار إن الفرس وحشين قمعيين بيشكلوا خطر على العالم. قال إنهم مستبدين وبيفرضوا الضرائب بالقوة، وادعى إنهم بيخططوا لتدمير المدن الإغريقية، والهدف من كل ده إنه يخلي أي شخص يعارض الحرب دي كأنه خاين وجبان، وإنه خلى الناس تحارب بحماس. وتالت حاجة إنه استغل الشعوب اللي تحت حكم الفرس وقال لهم إنه جاي يحررهم من الاستبداد، وده خلاه يدخل الأراضي اللي الفرس محتلاها بأقل مقاومة ممكنة، لأن جزء من الشعب بدأ يساعده بدل ما يحاربه. والنتيجة من كل ده بفضل الدعاية الذكية والصورة اللي هو رسمها في أذهان الناس نجح في إضعاف داريوس الثالث. ولما دخل المدن الفارسية نفسها جزء كبير منها استسلم بدون قتال، لأنهم كانوا مقتنعين إنه مش جاي كعدو بل ده جاي كمنقذ. القاعدة واضحة جدا في أي معركة، مش مهم بس إنك تكون أقوى عسكريا، المهم إنك تتحكم في صورتك قدام الناس، لأن الناس هتدعمك لو شافتك بطل، وهتحارب ضدك لو حست إنك هتهدد قيمهم حتى لو ده كله مش حقيقي. ركز على هدفك واوعى تبص في اي اتجاه. وواحدة من اقوى القصص اللي بتوضح فشل شخص لانه مركزش على هدفه وانشغل بامور جانبية ضيعته هي قصة نابليون بونابرت بعد هروبه من جزيرة إلبا ومحاولته في استعادة الحكم في فرنسا، واللي انتهت بهزيمته في معركة واترلو سنة 1815. بعد ما نابليون انهزم في معركة الأمم سنة 1814 تم نفيه لجزيرة إلبا في البحر المتوسط. المفروض انه كان يقعد هناك بعيد عن السلطة، لكنه مركزش على انه يقعد ويعيش في هدوء، وبدل ما يفكر في بناء حياة جديدة كان كل تركيزه على انه يستعيد الحكم بأي طريقة. وفي سنة 1815 قدر يهرب من جزيرة إلبا ويرجع لفرنسا، وبدأ حكم ال100 يوم، وهي الفترة اللي استعاد فيها السلطة من الملك لويس ال18. لكن بدل ما يركز على تثبيت حكمه الداخلي ويجهز جيشه كويس دخل في صراعات جانبية وبدأ يستعد لحروب ضد أوروبا كلها مرة تانية رغم ان قوته كانت ضعيفة. وهنا حصلت غلطة عمره، بدل من انه يركز على اعادة بناء جيشه وتنظيم دولته بهدوء اندفع للحرب ضد بريطانيا ومملكة بروسيا في معركة واترلو سنة 1815. الاوروبيين كانوا مجهزين كويس وهو قواته كانت مرهقة وغير مستعدة، والنتيجة لده خسر نابليون واترلو بسبب فقدانه التركيز على الهدف الاساسي وانشغاله بالمواجهات العسكرية قبل ما يكون هو شخصيا جاهز.
وبعد الهزيمة تم نفيه نهائيا لجزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي، وهناك عاش بقية حياته في عزلة حتى وفاته. والقاعدة هنا واضحة جدا، لو نابليون ركز على بناء قوته الداخلية بدل ما يندفع للمعركة وهو مش مستعد أساسا، كان ممكن يرجع فرنسا كقوة كبرى، لكن لأنه بص في الاتجاهات الخطأ بدل ما يركز على الأمام فقط، ضيع من إيده كل حاجة للأبد. الإيمان والعاطفة بيتفوقوا على العقلانية، وواحدة من أقوى القصص اللي بتثبت القاعدة دي هي قصة أدولف هتلر وصعوده للسلطة في ألمانيا. بغض النظر عن رأينا فيه كشخص، إلا إنه استغل الإيمان والعاطفة بطريقة عبقرية جدا، لدرجة إنه قدر يسيطر على ملايين البشر، رغم إن قراراته وأفكاره ما كانتش دايما منطقية أو عقلانية. بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا كانت مدمرة اقتصاديا، والناس كانت عايشة في إحباط تام، البطالة زادت والجوع انتشر والعملة فقدت قيمتها. في الوقت ده كان منطقي ان الألمان يحاولوا ينهضوا بالاقتصاد بطريقة علمية، لكن الشعب ما كانش محتاج منطق بل كان محتاج امل. وهتلر فهم النقطة دي كويس جدا، وبدل ما يحاول يقنع الناس بخطط اقتصادية معقدة لعب على العاطفة والإيمان بفكرة ألمانيا العظمى. كان بيخطب خطب نارية تخلي أي حد يسمعه يحس إنه جزء من حاجة أكبر، وإن عنده مهمة مقدسة لإعادة مجد بلاده. استخدم الرموز والأغاني والمهرجانات السياسية وحتى الأزياء العسكرية عشان يغرس فكرة القوة والتوحد في قلوب الناس، ونتيجة لده ملايين الألمان صدقوه تبعوه بإيمان أعمى. حتى لما كان بياخد قرارات غير منطقية وخطيرة فضلوا وراه، لأنهم كانوا بيشوفوا الأمور بالعاطفة مش بالعقلانية نهائي. وده السبب اللي خلاه يقدر يحكم شعب كامل ويقود العالم لحرب عالمية. وده مش لأنه كان أذكى شخص في العالم، لكن لأنه فهم إن العاطفة أقوى من العقل. لو وصلت للنهاية فده معناه إنك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم أكتر عن علم النفس الأسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لأن اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.